أكثر الجرائم الغامضة والمحيرة في تاريخ ديال ألمانيا كامل. عائلة كاملة ماتوا ودفنوا بطريقة أغرب من الخيال. القاتل المتسلسل هذا اللي محترف لهاد الدرجة ولا شي كائن ماشي من بني البشر، في مزرعة في شمال ميونخ. كانت في واحد البلاصة اللي بعيدة بزاف. كان أندرياس ومرتو أزاليا وبنتهم فيكتوريا وجوج ولادهم صغار. كانوا عايشين عادي حتى العام 1921. غادي تبدا تبان لهم شي ظواهر وشي حوايج غريبه غيبدا مع الخدامه اللي كانت عندهم في الدار. هي اول وحده غادي تلاحظ هذا الشيء اللي غريب اللي بدا كيوقع في ديك الدار. لحقاش هي كتضل النهار كامل في الدار والعائله الاخرين كلشي خارج خدام على برا. واحد النهار غادي تسمع شي دقان في الحيط وهي كتقرب تسمع بصح نيت داك الصوت كيخرج من الحيط، ماشي الصوت ديال شي واحد كيتمشى. وبقات تابعه الصوت وكتقلب عليه ولكن ما غادي تلقى والو ومازال الصوت كاين. وواحد شويه غادي تبدا تسمع الصوت ديال الهضره بالسده الفوق. وهنا غادي تخاف وغادي تمشي تجري عند اندرياس وقالت لي بلي كاين شي واحد في الدار، كاين شي واحد في السده. اندرياس غادي يشك في الموضوع وما غاديش يتسوق لها حيت ما بان ليه حتى شي واحد دخل المزرعه، ولكن غادي يدير لها خاطرها وغادي يمشي معاها باش يشوف. ولكن ملي غيطلع السده ما غادي يلقى والو، غادي يلقاو السده خاويه وما فيها حتى شي حاجه وما كاينه حتى شي بلاصه اللي يقدر يتخبى فيها. وباش يتاكد مزيان غادي يبدا يقلب مزيان لا يكون شي واحد دخل من شي شرجم ولا هرس شي باب، ولكن ما غيلقى والو. غادي تدوز ليام ومازال ديك الخدامه كتسمع هاد الاصوات في الدار. فين ما كتجي تنعس كتسمع بلي داك الصوت كيتزاد وكتشك بلي شي واحد كيراقبها. وفين ما كتمشي عند اندرياس كتعاود ليه كيمشي معاها يدير لها خاطرها ولكن ما كيلقى والو. ولكن ملي غادي تفقد الامان وغتبقى مشوشه غادي تقول لهم بلي انا ما بقيتش خدامه معاكم وغادي نمشي في حال وما غاديش نقدر نعيش معاكم في هاد الدار. وقالت لهم بلي ما كتقدرش تنعس وبلي هي مأكده بلي كاين شي واحد ولكن حتى واحد ما متيقني. وفعلا ملي غادي تمشي غادي يزيد اندرياس يشك حيت ما يمكنش هاد الخدامه اللي دوزت معاهم سنين تسمع في كل شيء وتمشي. وهنا غادي تجي واحد الفكره، غادي يحط اجهزه للتنصت باش يسمع واش كاينه فعلا شي صوت. ملي غادي يخدم هذاك الاجهزه غادي يسمع بلي فعلا كاين شي صوت ديال شي واحد كيتمشى في هذيك السده. وغادي يعاود للعائله ديالو. وهنا غادي يدوروا يقلبوا المسرحه كامله بلاصه بلاصه، ما غاديش يخليو حتى شي بلاصه ما قلبوهاش ولكن ما غادي يلقاو والو. وهنا غادي يتفقوا بلي هذا الصوت غير خيالات وهذا الشيء غير كيتخيل ليهم. غادي ينساو ويركزوا على الخدمه ديالهم. وفعلا غادي يبقاو عايشين حياتهم عادي حتى من بعد. وغادي تدوز الايام غادي يلاحظوا بلي شي حوايج في الدار بداو كيمشيو. والحاجه اللي غادي تدخلهم الشك بزاف هو السيرود ديال الدار. كان ديما لاصق في الباب على برا وما عمر شي واحد حيدو. غادي يبداو يدخلهم الشك مزيان وغادي يبداو يفكروا كيفاش يديروا. ما غاديش يلقاو حتى شي حل حيت ما عندهم حتى شي دليل بلي شي واحد داخل المزرعه ولا كيدخل ليها. وفي واحد النهار بالليل غادي تغبر عليهم الحفيده ديالهم الصغيره. غادي يخرجوا وكيدوروا وكيقلبوا عليها وكيغوتوا بحال مسطين في وسط الغاب حتى غادي يلقاوها. وقالوا لها شكون اللي خرجك وشنو اللي وصلك حتى لهنا؟ قالت لهم انا ما عرفت والو، انا ما عرفتش كيفاش خرجت من الدار وكيفاش وصلت حتى لهنا، ما عارفه حتى شي حاجه. والغد الليل غادي يلقاو واحد الحاجه اللي غريبه. غادي يلقاو في الطابله ديال الدار محطوط جورنال وهما مشتركين في خدمه ديال التوصيل ديال الجرائد. وحتى شي واحد في القريه ما مهتم بهذه القضيه وحتى شي جورنال ما كيوصل لهذه القريه كاع. في واحد الصباح ثاني غادي يلقاو القفل ديال المكازه اللي حاطين فيها الدوزان مهرس وشي واحد بغى يدخل ليه. ولكن الغريب في هذا الشيء انهم ما سمعوا حتى شي صوت ديال ملي كان كيتهرس هذاك القفل. وهما ديما تما في المزرعه ونهار كامل وبالليل والدنيا خاويه. يعني الا كان شي تهراس ولا شي ضرب راه غادي تسمع. غادي تزاد الخوف ديالهم. حاولوا يربطوا الاحداث بيناتها ولكن ما غادي يوصلوا حتى شي نتيجه. هما 24 ساعه هما في الدار وكيفاش غادي يوصل شي واحد وغادي يدخل وما يشوفوش. هذا الشيء اللي خلاهم يشكوا وكينيسوا مره. غادي تدوز الايام وغتبقى الامور غاده بحال ما هكا حتى لواحد النهار اندرياس غادي يخرج ليه عقله وغادي يبغي يتصدى ملي غادي يشوف اثار ديال شي رجلين جايين في الارض كانوا داخلين للدار. غادي يشوف الاثار ديال الرجلين وهما داخلين للدار. ولكن الغريب في هادشي كامل انهم ما غاديش يشوفهم وهما راجعين. يعني ما غاديش يبان لاطراس ديالهم وهما راجعين. لاطراس اللي ديال الرجلين كانوا داخل الدار، يعني هذا اللي دخل ما عاودش خرج. وغادي يمشي يجري وغادي يفيق العائله كامله وغادي يسولهم. والصدمه الكبيره هي ملي غادي يقولوا ليه بلي حتى شي واحد فيهم ما خرج من البارح. مشى كيجري وبدا كيقلب كاع البيبان لا يكون شي واحد دخل، ولكن كيف العاده ما غادي يلقى حتى حاجه. وهنا غادي يبقى تابع دوك الاثار منين اصلا جايين، بقى غادي يتابعهم حتى دخل وسط الغابه. وهنا غادي يبقاوش يبانوا دوك الاثار وغادي يختفوا وغادي يرجع في حالته ورجع للدار عاوتاني كيقلب ولكن ما غادي يلقاوه. هنا غادي يهرب ليه ديال بصح غيبغي يتصدى كيفاش البلان. وهنا غادي يقرر باش يمشي يسول جارو وعاود ليه القصه. ما ربما يكون عارف شي حاجه ويقدر يعاونو. وملي غادي يعاود لجارو غادي يقول ليه نقدر نعاونك في حاجه وحده، شنو بالك نخلي لك السلاح ديالي، خلي عندك احتياط ما عرفتش الوقتاش تجي. ولكن اندرياس ما وافقش، قال لي صافي نسى هادشي اللي قلت لك كامل. وغادي يجيبوا واحد الخدامه جديده. جات الخدامه وبدات الخدمه ديالها. غادي تدوز واحد 4 ايام وغادي يجي واحد المعلم اللي كانوا متفقين معاه
يصاوب ليهم شي ماكن في المزرعه ديالهم. وصل المعلم بدا كيدق في الباب الكبير ديال المزرعه اللي على برا، ولكن حتى واحد ما كيجاوب. واخا كيبان ليه الضوء شاعل والكلب كينبح في وسط المزرعه. قال يقدر يكونوا مشغولين ولا ما كاينينش كاع وخلاو الضوء شاعلين. غادي ندخل نصاوب داكشي اللي جيت على قبله، وهما راه ملي غادي يجيو غيعرفوني باللي جيت. وملي دخل غادي يدق في الباب ديال الدار، ولكن حتى واحد ما كيحل. وملي غادي يسالي الخدمه وغادي يبغي يمشي في حاله، غيبان ليه باللي الكلب مربوط برا الدار. هنا غادي يتنوى وغادي يبدا يشك. غادي يقول نمشي نسول الجيران ونشوف الا كان عندهم شي خبار عليهم. غادي يمشي عند الجار ديالو وغادي يسولو وغيعاود ليه شنو شاف. الجار ديالو غادي يتفكر داكشي اللي عاود ليه اندرياس، وقال اجي نمشي نطلع عليهم. وملي غادي يوصل حتى هو غادي يلاحظ نفس الشيء. غيبانوا ليه البيبان مسدودين والضوء شاعلين، ولكن حتى واحد ما كاين في الدار. غادي يبدا يدور ويقلب. الحاجه اللي غادي تثير الانتباه ديالو هو الباب ديال الكوري كان محلول. وملي غادي يدخل غادي تكون الكارثه. غادي يبانوا ليه الجثث ديال العائله كامله مليوحين ومدفونين تحت التبن. وهنا غادي يعيط البوليس اللي غادي يحضروا في البلاصه، وبدا التحقيق في الجريمه. وغادي يبان لهم باللي العائله ماتت قبل 4 ايام. والحاجه اللي تاكدوا منها 100% باللي في ذاك النهار كان شي واحد في الكوري، وبطريقه اللي ما كانتش مفهومه. كان كيستدرجهم واحد بواحد، وفين ما كيدخل شي واحد من الباب ديال الكوري كيضربوا بفاس للراس، كيطيحوا كا وكيدفنوا تحت التبن. وهاد الجريمه استمرت نهار كامل. يعني فين ما شي واحد كيخبر عليهم كيمشي شي واحد يقلب عليه، كيدخل الكوري كيوقع عليه نفس المشكل، وكيجي الاخر وبقات غدا هكا. ولكن الحاجه اللي غريبه في هذا الشيء كامل اللي غتكتشف الشرطه باللي في هاد 4 ايام كان شي وحدين عايشين في ديك الدار كياكلوا ويشربوا، وكانت الامور غدا عاديه لدرجه انهم كيحلبوا البقر اللي كاين في المزرعه. وهذا الشيء اللي غادي ياكدوه الجيران، حيت كان كيبان لهم ديما الدخان خارج من المدخنه ديال الدار. يعني كانت الحياه في المزرعه، كاين شي واحد عايش في المزرعه. ولكن الحاجه اللي غتحير البوليس هما ما لقاوش راس الخيط منين يبداو هاد الجريمه. التحقيقات غادي تبين باللي 6 شهور وهو عايش معاهم في ديك المزرعه، قتلهم واختفى بلا ما يخلي حتى شي اثار. البوليس غادي يشكوا في الاول اللي هادو شفاره شافوا المزرعه معزوله وقرروا باش يدخلوا يشفروها وغادي يقتلوا مواليها. ولكن الغريب انهم ملي قلبوا البوليس لقاو صندوق كبير، وداك الصندوق كان عامر فلوس. والاكبر من هذا ان داك الصندوق ما كانش مخبي، كان في واحد البلاصه اللي باينه. غادي يشكو ثاني باللي يقدر شي واحد عنده شي مشاكل مع هاد العائله. وفعلا غادي يمشيو يسولوا الجيران وكاع السكان ديك ديال القريه، وفعلا غادي يكتشفوا باللي اندرياس كان واحد الشخص اللي غير محبوب، حتى واحد ما كيبغيه. ولكن ماشي حتى لدرجه انهم يقتلوا ليه عائلته كامله. غادي يشكو باللي جارو هو اللي دار هاد الفعله، ولكن غادي يتاكدوا من بعد باللي جارو كان في الدار ديالو نهار كامل. ملي عياو البوليس يقلبوا وما غادي يلقاو حتى شي دليل وحتى شي حاجه اللي غادي توصلهم. وهنا غادي يقرروا باش يسدوا هاد الملف. والواعره ان من بعد 85 عام غادي تعاود تحل القضيه وغادي يبدا يدار فيها بحث من جديد. وهادشي كان في 2007. الجريمه كانت دارت في 1921، ولكن ما غادي يوصلوا حتى لشي حاجه. وبقات هاد الجريمه غامضه ولغز ما عنده حتى شي حل لحد الان. خليوا لينا تعليقات الى عجبكم هذا المحتوى، وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في حلقه جديده.